في رسالته الأخيرة قاطع 9 أطفال بريئين ومعلمة في الصف الثامن. آخر ما كتبه: اكتبوا هذه الكلمات في 11 من أبريل 2026، وعندما تقرؤونها سأكون أمة أخطط لشيء ما، أو قد فعلت شيئا، أو على وشك فعله. لطالما عشت وحيدا طوال حياتي، لا أعرف السبب، مع أنني أملك الكثير. لطالما حاولت التواصل مع ناس، ولكنني بقيت وحيدا. أحب أن يتعرف علي الناس، أن يلاحظوني. أريدهم أن يشعروا بوجودي في هذا العالم وبالضرر الذي أسببه حتى يلاحظوني أخيرا. لا أعرف كيف سيحدث هذا، ولكنني سأفعله. مع ذلك الوحدة ليس هي السبب ما فعلت. حتى لو أردت ذلك، لا يمكنني إلقاء اللوم على الوحدة. يفعل الناس ذلك، لكنه ليس صحيحا. الوحدة ليست سببا. يفترض الناس أشياء معينة بسبب وضعي، لكنها ليست كذلك. أنا وحيد بالفعل وأشعر بوحدة شديدة. ليس لدي أصدقاء، تقريبا لدي صديقان فقط، وفي أغلب الأوقات لا نتحدث. عائلتي تكرهني وتخاف مني وتشعر بخيبة أمل تجاهي. أنا دائما وحيد. لكن الاعتقاد بأن الوحدة سبب لا يعني أنها كذلك. الوحدة ليست سببا، إنها مجرد حالة. أنا عبقري. أنا أفضل من الجميع. أنا الشخص الأكثر تميزا. أنا صادق مع نفسي. ذكائي يفوق المتوسط بكثير. حصلت على 130 في اختبار الذكاء، ولطالما حصلت على درجات عالية في المدرسة دون دراسة. لطالما قال الناس إنني ناضج بالنسبة لعمري، أنا بالفعل أفضل من الجميع. هذا هو ما كتبه عيسى أهراست، ذو 14 عام، الذي هاجم مدرسته بكهرمان مرعش بسلاح رشاش، تسبب حتى الآن لمقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين. الفتى متفوق دراسيا ويتحدث لغتين بطلاقة، وهذا ما كان اليوم.